كلنا عدينا بالثانويه العامه، وكلنا اول ما بنشوف الجدول نزل بنحس بتوتر حتى لو عدى سنين علينا. الناس اللي في ثانويه عامه تعالوا اقول لكم كام حاجه تروق عليكم. ما تركزش مع اللي حواليك ابدا، راجع وخلص اللي ناقصك. الثانويه العامه مش عنق زجاجه ولا حاجه زي ما الناس بتقول، مفيش اصلا زجاجه ولا نيله، دي اوهام. اهم حاجه تعرف انت عايز تبقى ايه، ودي مش اخر الدنيا. اعمل اللي عليك بس ايا كانت النسبه، واعمل كل اللي تقدر عليه عشان تبقى فخور بنفسك وتبقى عارف انك عملت كل اللي تقدر عليه. انا حمار، انا حمار وغبي. الحمد لله رب العالمين، الاثنين حمار وغبي. قرب من ربنا اكتر وحافظ على الادعيه والاذكار، واهم حاجه ما تنساش دعوه ست الحبايب، وبلاش تتلكك بالتلاجة وتقوم تعمل لك لقمه تاكلها. هتروح اكتر من كده فين بعد الامتحانات؟ الفتره دي انعزل عن صحابك، ركز في اللي وراك، ما تضيعش تعب السنه كلها. هتخلص السنه وهتقضيها، ما تخليش اهلك يكونوا اداه ضغط عليك. هما كده كده هيكونوا فخورين بيك، هما بس عايزين يشوفوك احسن من اي حد في الدنيا. ما تفكرش المفروض هتنقص كام درجه، ركز بس هتعمل ايه واعمل كل اللي تقدر عليه. لو على العيد قضي كده ساعتين ريح فيهم، مش هيحصل حاجه. تروح الامتحان وسيبها على الله، وحل كل حاجه انت عارفها، وما تتفاجئش وتعطل عند سؤال. لو حاجه وقفت معاك انقل على اللي بعدها على طول. اهم حاجه بعد اي امتحان ما تراجعش، خلاص اللي حصل حصل، سواء حلو داري على شمعتك تقيد، ولو وحش تخليش حاجة تأثر عليك. ما تصدقش كلام يهودي الدفعة انه مش مذاكر. ما تخليش شطارة ولاد خالتك يحسوك انك مش هتقدر تجيب مجموعة اكتر منهم. مالكش دعوة اصلا بولاد خالتك، خليك في نفسك وخلاص. وفي الاخر حط في دماغك ان اللي ربنا كاتبهولك احسن من اي حاجة، وخلي بالك من صحتك، واعرف ان دي مرحلة في حياتك وكل حاجة بتعدي.